أهلا بكم الناس كله، مرحبا بكم في قناتكم زودياك تك. كالعادة قلنا لكم بشرح جديد، والشرح متاعنا اليوم راح يكون مزيان برشا، وفيه معنا برشا ناس سألوني على الحاجة هذه. خاطر الناس كل اليوم تستقبل في دفعاتها من خلال البنوك. باهي، نحكيو على تونس بالطبع. برشا ناس تقول لي نضيف الكارت دينار متاعي في حساب الادسنس ونجم نسحب فلوسي. هذا عادي جدا، ما فما حتى اشكاليه، ولا الدفعه متاعي توصل لي وما فماش حتى مشكله. ب اولا تنجم تضيف الكارت دينار متاعك في الادسنس كان انت دخل الفلوس من اليوتيوب او عندك موقع تدخل منه الفلوس. تنجم، والعمليه سهله برشا، والساعه ما فيهاش اقتطاعات كما البنوك تقطع برشا فلوس. وسائل الكارت دينار خير، يعني تنجم تشوف الدفعات متاعك من خلال تطبيق دي سات، وتكون منظم، واي حاجة توصلك تشوفها على تطبيق دي سات. حاصل تمشي لي بوست هوني موجودة، هي بوست تونسيان، وتقول له باش نعمل كونت كورون فيه الريب، ونحب معاه كارت دينار. باش تعمل الكارت دينار نتاعك هذيك عادية، باش تجيب منهم من برا، وهذيك يعني تقولوا اعطيني وثيقة، مش وثيقة، تقولوا اعطيني انت باش تعمل، انت ماكش تعمل كونت في البوستة، باش يعطيك ورقة فيها الريب نتاعك وفيها كل شيء. هكا يكون جونا امريكا وجونا باهي، وين نضيفوا الريب نتاعنا. نمشيو هون 3 نقاط الفوق، هذا حسابنا الادسنس. نمشيو هون الادز بور يوتيوب، هذه الدفعة نتاعي ما وصلتش حتى الأدنى للسحب. نمشيو 3 نقاط الفوق، هون نمشيو البايمون، أو كيما تشوفوا شباب نهبطوا شوي. هوني باش يقول لنا ضيف لنا الكارت نتاعك دينار أو الريب نتاعك، باش نجم نبعثولك فلوس على الحساب نتاعك. كما قلت، كان تحب تستعمل البنكة استعمل على روحك، فما حتى مشكلة، ولكن نحب نسهلو، محبوش قطاعات لأنه بونك تقص برشا. نمشي هون نعملو اجوتي بايمون، كما تشوفوا الشباب. هون حل هذه الخانة بسيطة وخفيفة، ما فيها حتى شيء، ما تكلفش حتى مجهود. تجي هوني ما كنت عملت كونت باسمك انت بالطبع ولا باسم اي شخص، حاجة عادية جدا. الورقة اللي باش يمدها اللي هي فيها الريب، بالطبيعة باش تكون فيها اسمك، الاسم هذاك اللي في الورقة تقيده هوني كامل، تكتب الاسم نتاعك هوني كامل. وتجي هوني الورقة اللي فيها الريب، تقيد الريب نتاعك اللي تكون ما نعرفش 21 رقم ولا 24 رقم، ما نعرفش بالضبط. هكا تعمل ريجسترمون هوني يجاوك باهي، واول ما توصل لك الدفعة نتاعك تسحب فلوسك عادي جدا، ما فما حتى مشكلة. وطريقة سهلة وبسيطة برشا. ان شاء الله في فيديو قادم باش نفسر لكم اوضح شوي. الحاصل انه تنجم انت حسابك، تنجم انت اليوم من خلال كارت دينار نتاعك تسحب فلوسك من خلال حسابك الادسنس، ما فما حتى مشكلة، ناقصك سايب عليك من البنوك. وهذا الشرح قصير، ان شاء الله في فيديو قادم باش نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل. عندكم اي استفسار تنجموا تراسلونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقابلوا في فيديو جديد ان شاء الله.